السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم سلطان في حلقة جديدة. النهاردة بإذن الله هكون معاكم زي ما وعدتكم قبل كده في حلقة عن داي ريسبي. فإن شاء الله النهاردة هعمل معاكم ريسبي بسيطة كده مكونة من 3 فليفرات زي ما احنا متعودين. الداي طبعا من وجهة نظرنا السهل الممتنع، فهنحاول كده نعمل الريسبي مع بعض ونعرفكم بتتعمل ازاي ورب تعجبكم. خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني مع اول ريسبي هنعملها مع بعض. النهارده معانا ورا الكاميرا شخصيه بصراحه عطياني باور ان انا اعمل الفيديو ده بحب يعني. ان شاء الله النهارده معانا فليفر توباكو كريمي بسيط جدا جدا جدا، عباره عن 3 سنجلات هنعملهم مع بعض. نسبتهم معروفه اهي، هنزلها برضو جنبي هنا كده. بصوا هتلاقوها نازله هنا اهي. هنعملوها مع بعض. ايه اللي هنحتاجه الاحسن عشان تضمن ضمان الطبخه تبقى كلها حلوه؟ لو هي 4 هنا 3 رسبهات خليهم 3 سرنجات، بلاش تستعمل السرنجه في كذا ريسبي، فخلي كل سرنجه ريسبي. وطبعا معانا البيكر بتاعنا، وطبعا معانا ال3 فليفرات اللي هنشتغلوا بيهم لعشاق الطباخ، ومعانا النيكوتين ومعانا الجريسلين ومعانا البروبلين. دلوقتي بقى نطبخ نشوفوا الفكرة هتتنفذ ازاي بسهولة، ويا رب تعجبكم كده. وركزوا بقى معايا في اللي جاي. احنا هنبتدي طبعا الطبخة دي هتكون 50-50، فهنعوز 50 جريسلين، والبروبلين طبعا بنخليه في الاخر بعد ما هنحط الشوط وهنحط النيكوتين بنكمل بروبلين. فاحنا كده هنعوزه 50 جريسلين. طبعا معانا البيكر، انا بحب اشتغل عليه لان زي ما قلت لكم البيكر مترقم يعني 100 مللي، ف 100 مللي هتبتدي تحط لا في الفينش هتلاقي الموضوع بقى سهل معاك. فاحنا كده هنحطه 50 جريسلين. بصوا الموضوع سهل بقى، انا عايزكم تستسهلوا الموضوع. انا كنت هعمل الفيديو دوت على كبوت العربيه بتاع واحد صاحبي عشان اوصل لكم ان هو سهل جدا. فكره انك تعمل داي سهله فوق ما تتخيل، بس خليك معانا وتابعنا وهتلاقي الموضوع بسيط. كده هنحط 50 جريسلين. طبعا عايز سرنجة ماشي، عايز تتعامل كده زي ما انا شغال. هنسيب بتوعنا ونستنى وناخد اول سرنجة معانا ونشوفوا ال3 سنجلات. هنبتدوا مثلا بالار واي 4 دبل، ومعانا الويسترن، ومعانا الوبت كريم توباكو متوسط الخشونة مع كريمة تنعم البفر، لأن الويسترن زي ما انتوا عارفين تقيل واحنا حاطين 3.5، فليفر هيبقى حلو. فاحنا دلوقتي هنبتدوا بالار واي 4 هنسحبه 3 مللي. ادي الار واي 4 طبعا في ناس كتير بتحبذ ان احنا نخلي الفليفر الخلطه تبقى في ازازه لوحدها، بس احنا هنا السهل الممتنع بقى. هل ده حلو هل ده وحش؟ انا ده المطبخ بتاعي، ان الحياه تبقى سهله كده. وزي ما قلت لكم على كبوت العربيه وانت قاعد في البيت على السفره، مش محتاج الموضوع يبقى كبير. المهم خلصنا احنا كده ار واي 4. هناخده 3.5 ويسترن. طبعا ويسترن ده بيبقى طواقه خشن. ناخده سرنجه تانيه نسحبه 3 مللي، نسحبه نص مللي. كده يبقى خدنا ال3.5 بتوعنا. كده فاضل ويبد كريم هناخد منها ملي.
ودلوقتي نحطه 12 نقطتين. وهنكمل طبعا الباقي بروبولين لحد 100. ناخد الازازة بتاعتنا الجميلة نفضي فيها الفليفر الجميل، واقفل الازازة ورج رجة محترمة، وعدت من اول 20 يوم. لو هتشرب فواكه معاك من اسبوع ل 10 ايام تعتيق، هتشرب مخبوزات، هتشرب رينتيه توباكو، هيبقى معاك من 20 يوم لشهر وطالع باذن الله. الفتره الجايه هيبقى في طبخات برضو تاني، يا ريت تسيبوا لنا في الكومنتات لو عايزين ريسبات معينه نطلع نعملها لكم. بس الفكره اللي احنا عايزين نوصلها لكم انك تطبخ ضاي، الموضوع سهل جدا. جريسلين، بروبولين، نيكوتين، شوت. عايز تجيب شوت جاهز هتجيب، عايز تعمل انت الطبخه مفصصه زي ما احنا عاملينها كده سهله جدا. عايز تزود ويسترن بتزود، عايز تقلل كريمه بتقلل، الموضوع هيبقى في ايدك زي ما انت شايف وسهل وممتنع. عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير، ومنتظركم في فيديوهات جايه.